السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شهيوة أم جيهان. كيف تشوفوا اليوم حضرت طبق ديال المقارونية بالدجاج غراتان. هذا الطبق تيجي رائع، تيجي بنين. يلا هو معايا تشوفوا الطريقة والمقادير ديال هذا الطبق. ما تنساوش ديروا جيم للصفحة ديالي، والتعليقات ديالكم والآراء ديالكم تتهمني. يلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شهيوة أم جيهان. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لي بات غراتان بالدجاج. تنحتاج لها 300 غرام ديال المقارونية، بصلة صغيرة محكوكة رقيقة، 2 معالق ديال مطيشات الحك، 2 ديال مطيشات، 2 وريقات ديال المعدنوس، وضريس ديال الثومه. هنا عندي 250 غرام ديال صدر الدجاج هكا قطعته طويل. عندي في التتبيله ديالهم عندي شويه الملحه، شويه ديال الزعتر، شويه الفلفله الحمراء، وشويه ديال البزار، وخلاص زيت النباتيه باش غادي نطيبوا هذا الدجاج هذا. دابا غادي نمشيو لاول حاجه هو نسلقوا لي بات ونتلاقاو ان شاء الله. ديالنا يسلقوا مزيان. السر ديال هاد لي بات هادو غادي نزيد ليهم واحد الفرماجه تسلق معاهم، راها تتجي غزاله وتتبنن اكثر هاد لي بات هادو. هنا من بعد ما نزلت ليا البصله ضفت ليها الدجاج اللي قلنا مقطع شرائح طويله، تبلته كيما قلنا بشويه ديال البابريكا، شويه ديال البزار، شويه ديال الملح وشويه الزعتر. غنخليه يتشحن مزيان حتى يشرب هاد التتبيله ديالو، ونتلاقاو ان شاء الله في المرحله ديال صوص الطوماط. الخلاط الكهربائي درت مطيشه ودرت المعدنوس، درت التويمه. دابا غادي نتبلها بواحد شويه ديال الزعتر، شويه لان راه الدجاج درنا فيه هاد القوام كلهم، شويه الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال الفلفله الحمراء، ونطحنهم مزيان. هنا نفس المقله اللي طيبنا فيها الدجاج حيد منها الدجاج، وغادي نضيف عليها هذيك مطشه معاها. صدقوني هذيك يعني الفرماجه اللي ضفت لهاد المقارونيه فاش كانت تتسلق راه تتجي غزاله ما شاء الله، تتجي فنه، تتبننها اكثر واكثر. يعني غادي نجيب واحد هنا من بعد ما تشحرت لينا مطيشه، غادي ضفت ليها هاد المقارونيه هادي، ضفت ليها شويه ديال الفرماج احمر خلطته معاها. غنجيب واحد طبسيط يدخل الفران، وغادي نكب فيه هادشي كله بسم الله، وغادي نكب فيه هادشي كله بسم الله. غادي نكب هادشي كله، غادي نحطو بحال هكا نكراسي. صافي نجيبو الدجاج ونحطوه من الفوق بحال هكذا، نوزعو على الطبق كله من الفوق. صافي نجيبو الفرماج ديالنا نحطوه من الفوق هكذا. هنا عندي تقريبا واحد 100 غرام 150 غرام حتى 200 غرام ديال الفرماج. انا ضفت في الاول الفرماج كتير في المقارونيه مع صوص طوماط. صافي ندخلو الفران تقريبا واحد 5 دقائق بما يعني يذوب لينا هذا الفرماج هذا، ونحطوه بالصحه والراحه. ها هو الطبق ديالنا من بعد ما خرج من الفران وداب لينا الفرماج. كيف تجيو كيف تشوفوا راه تيجي غزال بالصحه والراحه، شهيه طيبه.